التسعير، السعر اللي مكتوب على المنتج أنت هتشوفه إزاي؟ هتحس إنه غالي والّا لقطة؟ الشركات بتستخدم علم النفس في التسعير عشان تقنعك تشتري وهي تبيع أكتر. يعني مثلًا لمّا تلاقي سعر اللي مكتوب 99 جنيه 99 قرش مش 100، الغريب هنا إن الفرق قرش واحد بس، لكن الفرق النفسي كبير. هو هنا بيخلّي دماغك تشعر إن السعر أقل، لإن مخك شايف الرقم لسه في التسعينات وما وصلش ل100. في دراسة كمان بتقول إن الأرقام الأكثر تعقيدًا مش الصحيحة الدماغ بتختارها أكتر. أحيانًا بتلاقي المنتج عليه السعر الجديد وجنبه السعر القديم مرصوب عليه، فأنت هنا بتحس بالشكل تلقائي إن ده مكسب، مع إنك ممكن تكون مش متأكد من السعر القديم، ولا حتى عارف هو يستاهل تشتريه بالسعر الجديد ده والّا لأ. لكن هو هنا عارف إن دماغك بتحب المقارنة، فبيدّي لك مرجع تبني عليه التقييم عشان تحس إنها فرصة. في بعض الأحيان بدل ما يعرض سعر الكيلو بيحط سعر الربع كيلو أو ال100 جرام، وده غالبا بيكون مع السلع والمنتجات الغالية نسبيا زي المكسرات وبعض أنواع الجبنة في السوبر ماركت عشان دماغك تحس إن سعرها مش عالي. يعني مثلا أنت في السوبر ماركت بتشتري جبن وعينك جت على الجبنة الإيمنتال السويسرية ولقيت السعر اللي مكتوب 125 جنيه 99 قرش وتحتيها بخط صغير كده لكل 100 جرام. أنت حسيت إن السعر معقول وقلت للبياع أنا عايز نص كيلو، وبعد ما أخدتها لقيت السعر معدي ال500 جنيه. هتتفاجئ بالسعر، ولكن بعد فوات الأوان الجبنة اتقطعت. وده حصل لأن دماغك شافت الرقم الصغير بشكل إيجابي وحسيته بسيط. في حاجة كمان اسمها التسعير الديناميكي، السعر مش ثابت بيتغير بشكل لحظي حسب الوقت والعرض والطلب والمنافسة وحالة العميل وسعر العملة وكمية المخزون، زي حجز الفنادق وتذاكر الطيران أو سعر الرحلة على أوبر وتطبيقات التوصيل. وفي بعض الأحيان كمان بيكون في نظام بيراقب سلوكك واحتمالية إنك تشتري ويرفع السعر أو يقلله عشان يضغطك تشتري أو يحفزك عشان تاخد القرار.